مستمعي ومتابعي راديو المهاجر، مرحبا بكم في هذا الروبورتاج مباشرة من منطقة طراسة، المنطقة اللي كيتواجدوا بها أكبر عدد ديال الجالية المغربية. اليوم في هذا الروبورتاج غادي نقربكم أكثر من استطلاعات الرأي اللي قمنا بها رفقة الجالية باش نتعرفوا على المستوى المنتخب الوطني والأداء ديالو في مونديال قطر 2022. كيفاش كيجيك الأداء ديال المنتخب الوطني وحنا داخلين على هذه المنافسات الكبيرة ديال كأس العالم؟ اكيد ان المغرب تتصدر عدد المشاركات في هذه البطوله العالميه. اظن وقيل 6 المرات هو الاول قاريا وعربيا. لهذا احنا عندنا تيقين في المدرب وتيقين في المجموعه ان جميع اللعابه تينشطوا في الدوري الاوروبي وفي الانديه كبار، على سبيل المثال زيات بونو، يعني اللعابه كاملين وحنا تايقين فيهم. وان شاء الله خصهم شويه الوقت بحكم ان المدرب جديد والوقت ضايقهم على حساب المونديال، ولكن غادي يكون الفرج وغادي تكون ان شاء الله كما تنقولوا بالمغربيه تكون الفرجه ان شاء الله. كنشوفوا المنتخب في هذه المده هذه عندنا منتخب يكون مزيان ان شاء الله. كيف فكرنا في المنتخب ديال 86 ما كانوش عندنا لعابه بحال مده ما جبرنا لعابه بحال اللي كان عندنا دابا، بحال 86 كيشدوا البالون في رجلهم، عندهم ثقه، كيعرفوا كيفاش يوصلوا حتى البورطا وكذا. وشفناهم هنايا ان شاء الله في الكامبو ديال الاسبانيول. لا بردا زعما فرحونا وفهمتي، شفنا ديك اللعب اللي لعبوا به. بعدك انا واحد طمأنوني والدراري اللي مشاو معنا كاملين نشطوا شويه والله العظيم. ان شاء الله يكون خير، والمنتخب ديالنا احسن منتخب في العالم، ماشي زعما نقولوا، وغيكون على خير ان شاء الله وغادي نربحوا. حتى حنا عندنا منتخب قوي، حتى حنا عندنا لعابه ثاني زوينين، عندنا يعني ابطال واعرين، غادي يكون شي حاجه ان شاء الله، ونتمنوا خير ان شاء الله من القدام. وانا كيبان لي في المنتخب الوطني اليوم عندنا منتخب، دابا عندنا منتخب في هذه المجموعه ديال الشباب. كاين منتخب يقدر المنتخب يوصل حتى لربع النهائي ولا نصف النهائي. من بعد المقابله ديال جورجيا، كيفاش جاك الاداء ديال المنتخب الوطني؟ شكون اللاعبين اللي كانوا متالقين؟ ومن بعد الماتش ديال جورجيا المنتخب غادي من حسن لاحسن، يعني بحكم انهم يلاه تجمعوا تقاربوا بعضياتهم، يعني اللعبه مزيانين والنتيجه غادا تكون ان شاء الله. والمدرب باقي خصو شويه الوقت وباقي الوليدات يتحكموا مع بعضياتهم، وتنظن ان حمد الله خصو شويه الوقت باش يندمج مع اللعابه، وان شاء الله تنظن غادي يكون عيطي الكلمه ديالو في المونديال. لا المنتخب شو مزيان، ولكن اللي انت كتعرف ملي كيكون ماتش شويه حبي وقرب الماتش اللي غيكون هو جدي وكذا، كيكون اللاعب كيلعب ولكن ما كيعطيش داك الشيء كامل، كيبغي يبين وكيخلي شويه عاوتاني، فهمتي؟ لان بحال نقولوا واحد التكتيكه ديال كتكون حتى في الحرب، ما خصكش تبين كل شيء وما خصكش عاوتاني ترجع للور مره، باش ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله اللي تكون عندنا مع كرواتيا غادي يكون خير ان شاء الله، غادي ان شاء الله نجيبوا النتيجه. بانوا لي جياش الحمد لله بان لي شويه ضعيف شويه، المرابط هادو اللي بانوا لي جوج، ما البقيه كاملين كيلعبوا مزيان، هادو اللي كان مستوى ضعيف شويه. يمكن اول مقابله بانوا ضعاف، ولكن يقدروا ان شاء الله في المقابلات الجايين يعطيو القدام. كذلك مجموعه من المغاربه اللي عطاونا بطبيعه الحال توقعاتهم بخصوص المنتخب الوطني لاي مرتبه يقدر يوصل في هذه المنافسات. نشوفوا ونرجعوا لكم بعد قليل. كنظن بان المنتخب الوطني يوصل نصف النهائي. انا شخصيا تنظن انهم يوصلوا ربع النهائي، او لما لا نصف النهائي، ولما لا النهائي. انا شخصيا كنظن ان شاء الله يقدروا يوصلوا حتى نصف النهائي ان شاء الله. دائما شعارنا خالد، الله الوطن الملك، والتوفيق للمغاربه ان شاء الله. من هنا من طراسة مستمعينا متابعينا الافاضل، كنا معكم في هذا الروبورتاج مع مجموعه من المغاربه بخصوص كاس العالم وكذلك المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي. انتظرونا في روبورتاج اخر، الى اللقاء.